هكذا قلت في نفسي عندما أخذني في رحلة راجلة بين دروب وأسواق تازة السفلى، فوجدتني أسبح بين أمواج بشرية راقية في احترامها للآخر، لا تستشعرك بالنفور، وعلى وجوهها بشاشة بنضارة حدائق مدينتهم وجمال مشهدها الوردي. عشق الناس هنا للخضرة له أكثر من دلالة، فالمدينة بردا يكون جوها قاسي الطباع، وصيفا شديد الحرارة، وكلا الفصلين لا يمنع الأهالي من التزاور والمؤانسة داخل بيوتهم التي للخضرة في فضائها نصيب. وبحكم تقاليدهم المجتمعية يختلسون لحظات قد تطول بهم للمجالسة والاستئناس داخل بساتين المدينة العمومية وعلى مقاعد مقاهيها بالنسبة لفئة أخرى. وإن أثارني عدم اهتمامهم بالوقت، كأني بهم لا يشبعون من بعضهم، وربما دوما يجدون الجديد الذي يستهلكونه أثناء المجالسة والمؤانسة، وفي الحياة بكل تأكيد ما يسمح بالأخذ والعطاء فيه، وإن على حساب الفراغ المدمر الذي لا يعني دائما الاستمتاع بالمكان والزمان. إن عيون النهار تفتح للناس أبوابا رحابا لرؤية الأشياء والأحياء بجلاء، لتنعكس المشاهد اليومية بجمالها وجلالها ومخبوئها المسكوت عنه على دواخلهم، وتنفذ من أبصارهم إلى بصائرهم، وهم يستنطقون الذات من خلال تلك المشاهد التي يستطعمونها ويستطيبونها بشكل أو بآخر، إذ ما أصعب النفس لولا قدرة الإنسان على إسكاتها وإسكانها. تلكم تاز نهارا، فترى كيف يكون طعمها ليلا.